اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان، اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. في الفيديو بتاعنا النهارده بنسال سؤال وبنجاوب عليه عشان نستفيد بمعلومه جديده. والسؤال بيقول: هل الملوك القدماء او الملوك المصريين القدماء عرفوا اليورانيوم، وهل استخدموا المواد المشعه ولا لا؟ يا جماعة، من المعروف لحد دلوقتي إن عروق الكوارتز الحاملة للدهب بتحتوي في كثير من الأحيان على مواد مشعة. واتكلم العالم الذري لويس بلجاريني وبيقول: أعتقد أن قدماء المصريين فهموا قوانين التحلل الذري، وأن اليورانيوم كان من المسائل المعروفة لدي كهنتهم وحكمائهم. واكتشاف المصريين القدماء أو الملوك لليورانيوم والمواد المشعة بصفة عامة أثبتته وأكدته تحاليل العينات الرملية اللي تم استخراجها من الممر المؤدي لغرفة الملكة في هرم خوفو سنة 1986. فأكدت التحاليل اللي تم إجراءها دي، التحاليل الميكانيكية والمعدنية، على احتواء الرمال دي على نسبة من المعادن الثقيلة بعضها مشع، وبتصل النسبة دي ل7.7%. وده بيعطي دلالة على ان الرمال دي قد ناولتها عمليات فصل خاصة قبل استعمالها. وده بيشير لان المصري القديم قد تعمد اعدادها اعدادا خاصا عشان يستخدمها في وظيفة معينة. ولكن في اي شيء استخدم المصريين القدماء او الملوك المواد المشعة دي، وده اللي بيجاوب عليه الملوك نفسهم لما لقينا عبارة كتبها الملك توت عنخ آمون على لوح فخاري في مقبرته. والعبارة دي بتقول: سيسبح الموت بجناحيه كل من يبدد سلام مرقد الملك. بنستنتج من العبارة دي ان هي رسالة تهديد لكل اللصوص اللي بتحاول ان هي تسرق المقبرة، واللي هيصيبها لما تسرق المقبرة وتفتحها. وبكده بيتضح ان الملوك استخدموا المواد المشعة فعلا علشان يحموا مقابرهم من اللصوص. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. انتظروني الفيديو الجاي ان شاء الله بسؤال جديد نستفيد اكتر، حتى لو بمعلومة بسيطة. سلام.